في ماتشات كورة بتبقى مجرد 90 دقيقة وخلاص، وفي ماتشات تانية لأ، دي بتبقى معركة حقيقية. مواجهة العودة بين الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا هي من النوع التاني ده. الموضوع هنا أكبر بكتير من مجرد ماتش كورة، دي حكاية ليها أبعاد إدارية وتكتيكية وكمان نفسية. خلينا نبدأ من هنا، من التصريح الناري ده. الكلام اللي قاله المحلل التونسي بلال الفضيل مش مجرد رأي فني، لأ دي قنبلة في وسط حرب نفسية شغالة بقالها فترة. الكلام ده بيحط ضغط رهيب على الأهلي وبيشكك في قدرته على تحقيق الفوز. هو كأنه بيقول إن الأهلي الحالي خلاص ما فيهوش القوة اللي تخوف زي زمان، وطبعاً بيحاول يستفز اللعيبة والجهاز الفني لأقصى درجة. وهنا بقى يجي السؤال الأهم واللي هنحاول نجاوب عليه النهاردة. وسط كل ده، إيه هي استراتيجية الأهلي عشان يرد؟ والرد هنا لازم يكون في الملعب وبره الملعب. دي مش مجرد خطة لعب، لأ، دي خطة معركة متكاملة. أول جبهة في المعركة دي ما كانتش على العشب الأخضر خالص، كانت في المكاتب، في كواليس الاتحاد الأفريقي. خلينا نشوف إزاي الجدل الإداري ده كان جزء أساسي من التحضير للمباراة المصيرية دي. بصوا على تسلسل الأحداث ده عشان تفهموا الصورة كاملة. تبدأ بأخطاء تحكيمية، بعدها الأهلي يقدم استئناف على عقوبة الجمهور، وفجأة الكاف يقرر يأجل النظر في الاستئناف ده. الأهلي هنا مش بيحارب الترجي وبس، لأ، ده كمان حاسس إنه بيواجه نظام إداري مش واقف في صفه، خصوصاً لما تطلع اتهامات إن مسؤول تونسي كبير هو اللي ورا قرار التأجيل ده. النقطة دي بتلخص إحساس كبير بالخذلان جوه النادي الأهلي، في حالة غضب مش بس استياء من الدور اللي شايفينه سلبي للمسؤولين المصريين في الكاف. يعني بيقارنوا نفسهم باتحادات تانية زي الاتحاد المغربي مثلا، اللي بيعرفوا إزاي يحموا حقوق أنديتهم بقوة. الإحساس السايد إن الفريق بيحارب لوحده من غير أي ظهر. طيب، سيبنا من حرب المكاتب دي وتعالوا ندخل على حرب الملعب نفسها. المدرب ياستر تروب بيفكر في إيه؟ إزاي بيجهز فريقه عشان يحسم الماتش ده فنياً؟ إيه الأفكار اللي بتدور في دماغه عشان يفك شفرة الدفاع التونسي؟ الخطة دي واضحة وصريحة. تروب مش هيدي للترجي أي فرصة إنه ياخد نفسه. الضغط العالي من البداية هدفه بسيط، بتجبر دفاع الترجي إنه يغلط، والهدف المبكر ده بقى هو مفتاح الماتش كله. هيغير شكل اللعبة تماماً، وهيخلي الفريق التونسي يضطر يفتح خطوطه ويسيب مساحات وراه. وطبعاً الكرات الثابتة دي السلاح السري اللي بيتم تجهيزه عشان يكون حل حاسم في ماتش متقفل زي ده. ودي بقى ممكن تكون أكبر مفاجأة في التشكيل. الأهلي في آخر كام ماتش كان بيعاني جدا من عدم وجود مهاجم صريح يخلص الكورة في الجون. فكرة إن زيزو أو إمام عاشور يلعبوا في المركز ده ما جابتش نتائجها قوي. عشان كده فكرة إن مروان عطية لاعب خط الوسط يتقدم ويلعب دور هجومي، دي فكرة مطروحة بقوة. يمكن تكون حل غير تقليدي يدي الفريق وزن في منطقة الجزاء. بس خلي بالك، الهجوم الكاسح ده سيف ذو حدين. تروبر حذر اللعيبة تحذير مباشر وواضح: أي غلطة ورا، أي هدف يدخل مرمى الأهلي هيصعب المهمة بشكل شبه مستحيل، خصوصاً ضد فريق سريع جداً في المرتدات زي الترجي. جون واحد بس للترجي في القاهرة ممكن يقلب الموازين كلها. عشان كده التركيز الدفاعي مطلوب بنفس شراسة الهجوم، ويمكن أكتر كمان. وهنرجع تاني للحرب اللي بتتلعب بره المستطيل الأخضر، حرب الأعصاب والحرب الإعلامية اللي كل طرف بيحاول فيها إنه يأثر على تركيز التاني ويشتته قبل صفرة البداية. والجدول ده بيلخص المعركة دي ببراعة. الإعلام التونسي شغال ضغط من كل اتجاه، يتهموا الأهلي بمحاولة التأثير على الحكم، يقللوا من قوة الفريق ويطالبوا بحضور جماهيرهم، وفي المقابل الأهلي بيحاول يعزل نفسه عن كل الكلام ده ويركز في تمرينه وبس. دي معركة روايات، كل واحد بيحاول يفرض قصته على التاني. على فكرة، الضغط النفسي مش على الأهلي لوحده. يعني تخيل إن محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي يتم استبعاده من منتخب بلده تونس قبل أيام من مواجهة فريق تونسي. دي حاجة ممكن تأثر عليه جداً. وفي نفس الوقت الترجي نفسه عنده مشاكله اللي مكفياه، من إصابة مدافعه الأساسي لاستبعاد أغلب لاعبيه من المنتخب. يعني في حالة من عدم الاستقرار عندهم هم كمان، والأهلي ممكن يستغل ده. طيب، وسط كل الضغوط دي، إيه اللي إدارة الأهلي بتعمله عشان تبني سور نفسي حوالين الفريق؟ إزاي بتخلق عقلية انتصارية تقدر تتجاوز غياب الجمهور وكل التحديات دي؟ أحياناً الفلوس بتكون حافز قوي ومباشر. وعد وليد صلاح الدين بصرف كل المستحقات المتأخرة هو رسالة واضحة جداً للاعبين: اعملوا اللي عليكم في الملعب وإحنا هنعمل اللي علينا وزيادة. الخطوة دي بتشيل من دماغهم أي تشتيت له علاقة بالنواحي المادية، وبتضمن إن تركيزهم كله يكون في 90 دقيقة وبس. وعلى الناحية التانية من الحافز المادي بيجي التحفيز المعنوي.
كلام كابتن علاء ميهوب ده بيلمس وتر حساس قوي. هو بيفكر اللعيبة إنهم مش بيلعبوا عشان فلوس وخلاص، لأ، دول بيلعبوا عشان تاريخ وشعار له وزن تقيل، وإن المسؤولية دي لوحدها المفروض تكون أكبر دفع ليهم. ودي بقى الخطوات العملية اللي بتترجم الكلام ده الواقع. معسكر مغلق، يعني تركيز 100%، مفيش أي حاجة تشتت انتباهك. وجلسات التحفيز من الإدارة زي وليد صلاح الدين وسيد عبد الحفيظ هدفها شحن بطاريات اللعيبة النفسية. والفكرة الأهم هي إزاي تحول الإحساس السلبي بغياب الجمهور لطاقة إيجابية في الملعب، تظهر في شكل ضغط وشراسة من أول دقيقة لآخر دقيقة. بعد ما استعرضنا كل الجبهات دي مع بعض، الجبهة الإدارية والتكتيكية والنفسية، بنوصل للنقطة الأخيرة اللي بتلخص كل الحكاية. في النهاية، الأهلي عمل اللي عليه وجهز نفسه لكل السيناريوهات الممكنة. عنده خطة للتعامل مع الضغط الإعلامي، وخطة تكتيكية جريئة للملعب، وخطة إدارية ونفسية عشان يحفز اللعيبة. لكن السؤال اللي ملوش إجابة غير يوم الماتش نفسه، هل كل التحضيرات اللي على الورق دي هتترجم لأداء ونتيجة في الملعب؟ هل الفريق هيقدر يثبت إن كل الناس اللي شككت فيه كانت غلط؟ الإجابة هنعرفها قريب جدا.